تعال اقول لك على اخر الانتقالات وصفقات جميع الانديه. زي الاتفاق السعودي بيعلن تعاقده مع لاعب جديد، ولاعب اتلتيكو مدريد بينتقل للدوري السعودي، وصفقات برشلونه الجديده وثلاث لعيبه رحلوا عن برشلونه. رسميا الاتفاق السعودي يعلن تعاقده مع فينالدوم قادما من باريس سان جيرمان، ولم يكشف النادي عن تفاصيل التعاقد مع فينالدوم، ولكن في تقارير قبل كده قالت ان اللاعب هيوقع عقد مع الاتحاد السعودي لمده 3 سنين. وسيميوني بيأكد رحيل لاعبه للدوري السعودي. أكد سيميوني مدير فني لأتلتيكو مدريد عن رحيل كاراسكو للدوري السعودي. نجم منتخب بلجيكا ارتبط بالانتقال لعدد من الأندية في الدوري السعودي، ونشرت آخر التقارير إن اللاعب اتفق مع نادي الشباب وقرب الانضمام لصفوفه. ولو دخلنا بقى على أخبار برشلونة هتلاقي إن برشلونة بيضم لاعبين وبيرحل عنه 3 لعيبة، زي كانسيلو اللي جه خلاص برشلونة رسمي قادما من مانشستر سيتي على سبيل الإعارة لتعويض رحيل جوردي ألبا. وأعلنوا كمان على التعاقد مع جواو فيليكس مهاجم فريق أتلتيكو مدريد على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الحالي، يعني لحد شهر 7 2024. وبرشلونة بيعلن رحيل عبد الصمد الزلزولي. أعلن نادي برشلونة عن رحيل النجم المغربي عبد الصمد الزلزولي لنادي ريال بيتيس بشكل رسمي مقابل 7.5 مليون يورو. وبيعلنوا كمان على رحيل إيريك جارسيا. أعلن نادي برشلونة بشكل رسمي عن انتقال قلب الدفاع الدولي الأسباني إيريك جارسيا إلى نادي جيرونا على سبيل الإعارة. ولعب جارسيا مع برشلونة 70 ماتش منهم 50 في الدوري الأسباني، ولكن فقد مكانه في التشكيلة الأساسية. وتالت لاعب يرحل عن برشلونة هو إنسو فاتي. أعلن نادي برشلونة عن انتقال لاعبه إنسو فاتي إلى نادي برايتون الإنجليزي على سبيل الإعارة. ورسميا النادي اختافي بيتعاقد مع جرينوود بعد رحيله عن مانشستر يونايتد. جرينوود لعب مع مانشستر يونايتد 83 ماتش في الدوري الإنجليزي، وسجل 22 هدف وعمل 4 اسيستات، ولعب 10 ماتشات في دوري أبطال أوروبا وسجل هدفين. بس كده خلصنا أخبارنا. لايك واشتراك واستنى الفيديو الجاي.